شباب مغربي سوري من أجل التنديد بالدعم الروسي البغيض للنظام الدموي أمام في سوريا الروسية. اجتمعنا اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية لنقول اليوم أن الشعوب العربية هي جسد واحد، هي موقف واحد. حوارس المجد خاص قناة أوريان، حوارس المجد الجناح الخارجي. نريد أن تكون هذه الشعوب كما هي جسد واحد، أن تكون هذه الدماء التي تنزف في سوريا أن تكون هي دماء عربية يحس بها الذي في المغرب والذي في الجزائر والذي في تونس والذي في مصر. هي دماؤنا، هي أشياؤنا، هو عرضنا. هذه هي كلمتنا. أيها الشباب، أيها الروسيون، اجتمعنا اليوم لنقول لكم بأننا نندد بهذا الموقف البغيض الذي تدعمون به النظام الدموي السفاح في سوريا. نريدكم أن تقفوا مع الشعب السوري، نريدكم أن تقفوا مع التكالى السوريين، مع الشهداء السوريين، وألا تقفوا مع الغاشم، مع الظالم، مع السفاح، مع الخائن الذي يقتل شعبه. جئنا لنبلغكم هذه الرسالة ولنقول لكم أن هذه المبادرة ليست النهاية، وإنما هي بداية النضال المشترك مع كل الشباب في الوطن العربي. وأبشركم أيها الشباب أن اليوم كان محطة للاحتجاج أمام السفارات الروسية في كل من تركيا والأردن وتونس وعدد من الدول العربية. خرجت اليوم مثلكم لتعلن للسفارات الروسية وللنظام الروسي أننا كعرب نريد أن يكون موقفنا موقفا واحدا، هو أن تكون الحرية والكرامة والعدالة في سوريا هي كل شيء. لا نريد أن يكون الموقف الروسي مع الظالم، مع السفاح. نريده أن يكون نصرة لهذا الشعب الذي يذبح ويقتل. نريد أن نقول لهذه السفارة وللنظام السوري: أنتم شركاء للنظام السفاح، تدعمونه بالموقف وتدعمونه بالسلاح، فأنتم شركاء في الجريمة. أنتم كذلك مجرمون. كل الدماء التي تسيل في سوريا، كل قطرة دم زكية تسقط في أرض سوريا، أنتم مسؤولون عنها، أنتم شركاء فيها. نريدكم أن تكونوا مع المستضعفين، نريدكم أن تكونوا مع الدماء الزكية، مع الشهداء، مع التكالى، مع الأرامل، مع الأحرار، لا مع العبيد. ودم الشهداء وما يمشيش هباء، ودم الشهداء وما يمشيش هباء، ودم الشهداء وما يمشيش هباء، ودم الشهداء وما يمشيش هباء. روسيا. وفي الختام نقول للسفارة الروسية والمسؤولين عن السفارة الروسية وللنظام الروسي، نقول لك أن الشعوب العربية، أن الشباب العربي اليوم قد استيقظ ولن يقبل أن تكون هناك دولة تدعم النظام الغاشم في سوريا. لن نقبل أن يكون موقفكم مساندا للظلم والطغيان. سنبقى نناضل من أجل تغيير هذا الموقف، ونناشد الشعب الروسي أن يضغط على النظام الروسي من أجل تغيير هذه المواقف المتخاذلة. نريد لروسيا أن يكون لها موقف مشرف كمجموعة من الدول التي اتخذت موقفا مشرفا من هذا النظام السفاح. ونعلنها مدوية اليوم أننا سنناضل كشباب عربي من أجل القضايا المشتركة، من أجل الحرية، من أجل الكرامة، من أجل العدالة، من أجل الدم العربي، من أجل أن تكون القيم التي نجتمع عليها كشعوب عربية وكشباب عربي هي العليا. سنبقى إن شاء الله مناضلين مستمرين، وسنناضل هذا الطاغية الجبان السفاح الغدار بشار إلى آخر قطرة دم من شباب العربي. الله أكبر. الشعب يريد إعدام
باللغة المغربية. الشعب الروسي فيقو الشعب الروسي فيقو بوتين زيرو بوتين زيرو بوتين زيرو الشعب الروسي فيقو الشعب الروسي فيقو بوتين زيرو بوتين زيرو قبل ذلك سنوجه رسالة مكتوبة إلى السفارة الروسية وإلى السفير الروسي لنقول له كتابة أننا نريد الموقف الروسي أن يتغير وأن يكون مع الشعب السوري لا مع النظام الدموي في سوريا. سنوجه الآن رسالة إلى السفارة الروسية. قبل فوات الأول قولي لي عن روحك يا بشار. أنا روحك يا بشار. أخبرني كلمة باللغة الروسية أمام السفارة مش مغربي بالإنجليزي. Just a freedom. The people in Syria want freedom. We want to change the Russian situation from the regime in Syria. The people in Syria struggle for freedom. Just a freedom. Don't share with kill us. The government in Russian share with kill the people in Syria. We want freedom. Just a freedom. Freedom, 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 freedom. الله سوريا حرية وبس. الله سوريا حرية وبس. ويلا ارحل يا بشار. يلا ارحل يا بشار. ويلا ارحل يا بشار. يلا ارحل يا بشار. وارحل ارحل يا بشار. ارحل ارحل يا بشار.